سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. النهاردة طبعا هنتكلم عن مصادر التيار الكهربي والأعمدة الكهربية. مصادر التيار الكهربي. هو اصلا التيار الكهربي يا تالتة اعدادية؟ فاكرين يا تالتة اعدادية؟ فاكرين كنا قلنا ان التيار الكهربي هو هو تدفق من الشحنات الكهربية عبر مقطع من موصل. اول مقطع هو مثلا تدفق الشحنات الكهربية دي السالبة اللي هي كانت اصلا الالكترونات الحرة اللي موجودة في الفلزات. مش احنا قلنا الفلزات فيها الكترونات حرة، النواة مش قادرة تجذبها فبتفقدها. الالكترونات المفقودة دي هي دي اللي بتدينا التيار التيار الكهربي. عشان كده النحاس مثلا موصل جيد للكهرباء. تمام. طب مصادر التيار الكهربي، هو التيار الكهربي جاي منين اصلا؟ والله قال لنا في مصدرين للتيار مصدرين للتيار الكهربي. مصدرين للتيار الكهربي. اول حاجة الخلايا الكهروكيميائية، وتاني حاجة المولدات الكهربية. الخلايا الكهروكيميائية من اسمها دي خلايا بتتحول فيها الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية. طب ازاي؟ هو حاجة كده تفاعلات كيميائية بتحصل بتحول الطاقة الكيميائية اللي فيها لطاقة كهربية. يبقى الخلايا الكهروكيميائية دي خلايا يتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. تمام يا تالتة اعدادي؟ طب الحاجة التانية اللي هي المولدات المولدات الكهربية. قال لك والله دي المولدات الكهربية ديت بتحول فيها الطاقة الحركية لطاقة كهربية. زي ما احنا عارفين ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة لصورة أخرى. هنا بتتحول من صورة لصورة أخرى، بتتحول من الصورة الحركية لصورة كهربية. يبقى في المولدات الكهربية تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية برضو. تمام. قال لك طب احنا عايزين مثال للخلايا الكهروكيميائية دي. قال لك والله المثال اللي معانا هنا للخلايا الكهروكيميائية قال لك الأعمدة والبطاريات. وفي فرق ما بين العمود والبطارية اصلا؟ قال لك قال لك العمود ده اللي هو عمود في قطب موجب وقطب سالب مثلا، ده العمود. اما وقال لك امال البطارية؟ قال لك البطارية هي عمودين او اكتر متوصلين مع بعض بطريقه معينه. يعني مثلا لو عندنا هنا عمود كده وعمود تاني كده وعمود تاني كده اهو، دول مع بعض متصلين مع بعض بيكونين البطاريه. يبقى البطاريه هي عمودين او اكتر. تمام. اما العمود هو عمود واحد. تمام. طب مثال للمولدات الكهربائيه. قال لك والله المثال اللي عندنا حاجه اسمها الدينامو اللي هو المولد الكهربي اللي لما الكهرباء تقطع الناس بتشغله، اللي هو بيتحرك وبيعمل صوت، ده هو ده الدينامو. طب قال لك الخلايا الكهروكيميائيه ديت اللي هي من امثلتها الاعمده والبطاريات بتطلع تيار اسمه تيار مستمر. تيار مستمر يعني التيار اللي بتنتجه حاجه اسمه تيار مستمر. طب المولدات الكهربائيه قال لك والله دي بتطلع تيار اسمه تيار متردد. ماشي. يبقى احنا كده اخدنا الخلايا الكهروكيميائيه بتحول فيها الطاقه الكيميائيه طاقه كهربيه. ماشي. من امثلتها الاعمده والبطاريات. تمام. بطاريات زي بطاريه العربيه، بطاريه اللي هي بتبقى في العجل وكده. وقلنا اللي هي بتطلع تيار اسمه تيار مستمر. طب المولدات الكهربائيه قال لك قلنا اللي هي اجهزه بتحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه. من امثلتها الدينامو، وبتطلع تيار اسمه تيار متردد. رمزه بالانجليزي سي alternating color. مش عليكم الاسم alternating current، مش عليكم اعرفوا بس الرمز بتاعه. طب التيار المستمر دي سي direct current، برضو مش عليكم الاسم اللي من الانجليزي بس الرمز عليكم. تمام. طب عايزين بقى نعرف ايه الفرق ما بين التيار المستمر والتيار المتردد في ثالثه اعدادي. كده عندنا تيار اسمه تيار مستمر، وعندنا هنا تيار اسمه تيار متردد.
التيار المستمر ده كان جاي منين؟ كان جاي من الخلايا الكهروكيميائيه اللي هي من امثلتها البطاريات والاعمده. طب التيار المتردد كان جاي منين؟ كان جاي من المولدات الكهربائيه اللي هي من امثله الدينامو. تمام. قال لك والله التيار المستمر ده تيار ثابت الشده والاتجاه، تيار ثابت الشده والاتجاه. طب يعني ايه ثابت الشده والاتجاه؟ يعني لو عندنا هنا دايره كهربيه، دي اللمبه بتاعتنا الجميله، ماشي، وعندنا التيار ماشي كده، بيفضل ماشي في اتجاه واحد، ثابت الاتجاه، اتجاه واحد. يعني لو طلع من القطب الموجب كده يفضل ماشي 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 لحد ما يدخل تاني ويطلع في نفس الاتجاه، ما بيروحش في اتجاه، ما بيجيش كده ويروح عاكس نفسه اتجاهه تاني، لا ما بيعملش كده. تمام. يبقى ده ثابت الاتجاه. طب يعني ايه ثابت الشده؟ قال لك ثابت الشده، احنا لو جينا هنا مثلا اميتر ووصلناه، حطينا مثلا هنا اميتر وقاس، لو حطينا مثلا هنا اميتر وقاس مثلا قاس مثلا 4 امبير، هيفضل على طول 4 امبير ما بيتغيرش، هو على طول 4 امبير. يبقى كده ثابت الاتجاه اللي هو بيتحرك في اتجاه واحد، وثابت الشده هو لو جبنا اميتر وقسنا هيقيس مثلا 4 امبير، هيفضل يقيس ال 4 امبير على طول. تمام. طب والله قال لك ما تيجي نمثلوه بياني، تعال نمثلوه بياني. يبقى هنا مثلا الشده وهنا الزمن. قال لك اللي هو بيبقى كده ثابت الشده مثلا، يعني لو هو هنا عند 4 بيفضل عند الأربعة، ولا بيطلع ولا بيزيد ولا بينقص ولا بيقل، هو عند الأربعة على طول، وده اتجاهه ما بيتغيرش. تمام. طب التيار المتردد قال لك لا والله، ده التيار المتردد ده تيار متغير الشده ومتغير الاتجاه. يعني لو عندنا هنا دايره كهربيه، تمام، والتيار ماشي كده، بيقول لك كل نص دوره، يعني مثلا لو ديت مثلا نص دوره، تلاقي في الدوره اللي بعدها ماشيه كده، ماشيه نص دوره تلاقيه راجع تاني كده. يعني ايه؟ متغير الشده ومتغير الاتجاه. تمام. يعني هو بيبقى ماشي كده من القطب الموجب مثلا، تلاقيه لا بيرجع تاني كده، بيغير نفسه كل نص موجه بيغير نفسه. طب ازاي كل نص موجه بيغير نفسه؟ يعني اهو لو عندنا كده اهو، دي مثلا ده الزمن ودي الشده، تلاقيه مثلا لو هنا مثلا احنا بدأنا هنا مثلا بكام؟ بواحد مثلا 2 3 4، تلاقي شدته بتطلع من الواحد تروح للأربعة وتنزل تاني. معنى اللي هو طلع من الواحد لحد يعني هنا كان واحد، بقى 2 بقى 3، وصل للقمة بتاعته عند عند الأربعة، يبقى كده متغير الشدة. طب وهنا اهو كان طالع هنا اهو، كان طالع غير اتجاهه وراح اتجاه تاني وغير اتجاه، يبقى التيار المتردد ده تيار متغير الشده والاتجاه. تمام. وعرفنا ازاي نمثلوه بيانيا، عشان الرسم البياني ده بيجي ساعات في الامتحان يقول لك مثلا قول لي والله التيار المتردد ده شدته الرسم البياني بتاعه ازاي، فانت هتعرف الشده والزمن اهو. تمام. وده معناه اللي هو ثابت الاتجاه والشده. طب المتردد هتلاقيه بالمنظر ده كده، نص موجه، بيعمل نص موجه ويكمل النص التاني تحت، وهكذا بيغير اتجاهه وبيتغير شدته. تمام. يبقى التيار المستمر هو تيار هو تيار ثابت الشده والاتجاه، ويسري في اتجاه واحد. اما التيار المتردد هو تيار كهربي متغير متغير الشده، ويسري في اتجاهين مختلفين، او اتجاهين متضادين. تمام. طب احنا عايزين بقى نعرف ميزه كل واحد وعيوبه وبنستخدموه في وبتاع. قال لك والله اللي التيار المستمر ده لا يمكن نقله لمسافات بعيدة، وحاجة صغيرة بطارية او 3 بطاريات مع بعض. تخيلوا المنظر ده هيروح لمسافات بعيده، ده مثلا يعرف يشغل مثلا جهاز زي الكمبيوتر او قال لك والله لا، ده لا يمكن نقله لمسافات بعيده. يعني هو اخره مثلا ينور كشاف، حاجه صغيره كده. يبقى التيار المستمر لا يمكن نقله لمسافات بعيده. طب التيار المتردد قال لك لا، ده يمكن نقله
لمسافات بعيدة. قال لك ايه اللي بيحصل في التيار المتردد ده؟ قال لك اللي محطات توليد الكهرباء دي محطة اهي توليد كهرباء بتنتج الايه؟ بتنتج الكهرباء وتوديها لحاجة تانية اسمها محولات رافعة للجهد. تمام. المحولات الرافعة للجهد دي بتمشي التيار، بتخلي التيار يمشي في سلك ايه؟ سلك طويل، سلك طويل جدا. تمام. السلك الطويل ده قبل ما تدخل البيوت عندنا، تمام، بتدخل تاني في محولات خافضة للجهد. ده اللي بتلاقوا المحولات الخافضة للجهد دي جنبكم. يعني انتوا مثلا لو قدامكم شركة كهرباء هتلاقوا قدامها محولات رافعة للجهد بتدي للتيار الكهربي جهد كبير عشان تقدر تمشي في السلك الطويل ده. وقدامنا في البيوت كده تلاقي حاجات كده ايه، كابينه كده محطوطه بيقول لك احترس مثلا خطر مميت. اهي دي المحولات الخافضه ايه للجهد. بتعمل ايه؟ بتخفض الجهد بتاع التيار الكهربي عشان بعد كده يدخل عندنا ايه في الاجهزه ايه، الاجهزه الكهربيه. تعرف لو ما فيش المحولات الخافضه للجهد ده الجهاز يضرب على طول، يبوظ ايه على طول. تمام. يبقى ايه التيار المتردد ده يمكن نقله لمسافات ايه بعيده، اما التيار المستمر لا يمكن نقله لمسافات بعيده. قال لك التيار المستمر ده كمان لا يمكن تحويله لتيار متردد. طب التيار المتردد؟ قال لك لا، ده التيار المتردد ده يمكن تحويله لتيار مستمر. يبقى التيار المتردد ده يمكن تحويله لتيار مستمر. يبقى دي ميزة في التيار المتردد اللي هو يمكن تحويله لتيار مستمر. تمام. قال لك طب بنستخدم التيار المستمر ده في ايه؟ قال لك والله بنستخدمه في عمليه اسمها الطلاء المعدني. الطلاء المعدني. يبقى التيار المستمر ده بنستخدمه في عمليه ايه؟ الطلاء المعدني. لو عندنا مثلا حاجه هنا كده، علبه مثلا او اي حاجه مليناها مثلا محلول معين، ماشي، وجبنا مثلا قطعه فضه مثلا، تمام، وجبنا ايه معلقه كده، تمام، وعايزين ندهن المعلقه دي بالفضه. نعمل ايه؟ كنا بنجيب ده يعني طريقه توصيل، طريقه ايه الطلاء المعدني بالتيار الايه المستمر. بنجيب اهو بطاريه كده ونوصل طرفها بالفضه وايه، ودي معلقه، يبقى دي ايه فضه ودي ايه معلقه. قال لك والله اللي بيحصل ايه فرق جهد ما بين الفضه والايه والمعلقه والفضه ديت بتمشي الكتروناتها بتمشي وايه وبتدهن بتدهن المعلقه دي. تمام. يبقى المعلقه دي مع الوقت هتدهن بالايه بالفضه. تمام. يبقى ديت ايه، ده التيار الايه المستمر لا يمكن نقله لمسافات بعيده، لا يمكن تحويله لتيار متردد. بنستخدمه في ايه؟ قال لك والله بنستخدمه في حاجه اسمها الايه الطلاء المعدني. طب التيار المتردد؟ قال لك والله التيار المتردد ده ثالثه اعدادي. قال لك ده ايه؟ ده احنا بنستخدموه في اناره الايه الشوارع والمنازل. يبقى التيار المتردد ده اناره الشوارع والايه والمنازل. تمام. ماشي. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ عندنا تيار مستمر وتيار متردد. واحد لا يمكن نقله لمسافات بعيده والثاني يمكن نقله لمسافات بعيده. واحد بيستخدم في الطلاء المعدني اللي هو المستمر، والثاني بايه بنستخدمه في اناره الايه الشوارع والمنازل. طب لو جالك سؤال كده بيقول لك ايهما تفضل التيار المتردد ولا التيار المستمر؟ هتقول له والله التيار المتردد. طب هيقول لك ليه؟ علق. اللي احنا بنفضل استخدام التيار المتردد هنقول والله اللي التيار المتردد ده اول حاجه ممكن ان احنا نحوله لتيار مستمر، تاني حاجه يمكن نقله لمسافات بعيده، تالت حاجه عشان يعني نتيجه اللي هو احنا نعرف ننقله لمسافات بعيده، ده هيخليه ايه يشغل الاجهزه اللي عندنا، ينير الشوارع. بعكس التيار المستمر ده تيار هو اخره مثلا متر ولا حاجه، بعد المتر ما بيشتغل. طب ده هينور ايه ولا هيعمل ايه؟ يبقى التيار المتردد ده الميزه اللي فيه اللي هو يمكن نقله لايه لمسافات بعيده، بنستخدمه في اناره الشوارع والايه والمنازل. تمام. طب تاني حاجه بقى عندنا حاجه اسمها الاعمده الايه الكهربيه. عندنا حاجه اسمها ايه الاعمده ايه الكهربيه. الاعمده الكهربيه. قال لك والله الاعمده الكهربيه ديت احنا كنا اخدين ايه؟ كنا قايلين اللي هو ايه عمود مع عمود مع عمود بيدينا ايه بطاريه. تمام. وعشان نكون بطاريه كنا بنعمل ايه؟ بنجيبه عمود مع عمود مع عمود. يعني مثلا عمود كده اهو
مع عمود كده مع عمود كده بيدينا ايه بطاريه. بس قال لك بقى ان البطاريه دي هي عمودي او اكثر متصلين مع بعض بطريقه معينه. طب ايه الطريقه المعينه ديت يا مستر؟ الطريقه المعينه دي طريقتين. الطريقه المعينه دي طريقتين، يا اما توصيل على التوالي، يا اما توصيل على التوازي. تمام تمام. طب قال لك ايه التوصيل على التوالي ده؟ قال لك والله التوالي ده لو احنا مثلا عندنا بطاريه كده اهي، صح؟ ليها مثلا سالب موجب سالب موجب سالب موجب، تمام. توالي يعني ايه؟ ماشيين مع بعض. توالي يعني ايه؟ بيتلوا بعضهم يعني على خط واحد، تمام، متصلين مع بعض كده. يبقى ده بقى قطبهم الموجب وده بقى قطبهم الايه؟ السالب. يبقى ده بقى قطبهم السالب وده قطبهم الايه؟ الموجب. ماشي. طب احنا مش احنا واخدين اصلا شكل الرسم بتاع البطاريه؟ مش احنا ممكن نعمله كده، صح؟ صح، مش احنا ممكن كده يبقى ده سالب موجب ايه؟ سالب موجب سالب موجب. مش احنا كنا واخدين اصلا الرسم مش ممكن احنا نرسمه شكلهم زي ما احنا اخدناه، اللي هو طرف سالب طرف موجب طرف سالب طرف موجب طرف سالب طرف ايه؟ موجب. يبقى ده الموجب بتاعنا وده الايه؟ السالب ايه بتاعنا. تمام. طب في التوازي قال لك في التوازي بقى كلهم تحت بعض. يعني مثلا الثلاث اعمده دول هيبقوا بالمنظر ده كده، هيبقوا بالمنظر ده. هناخدوا الطرف السالب بتاعهم كلهم في طرف لوحده. يبقى كده بص، الطرف السالب كله اهو في طرف ايه؟ لوحده. تمام. يبقى ده الطرف السالب بتاعه، والطرف الموجب كله في طرف لايه؟ لوحده. يبقى ده الطرف الايه؟ الموجب ايه؟ بتاع الايه؟ الدايره الكهربيه. تمام. قال لك والله طب احنا عايزين ايه؟ عايزين نفهم ايه؟ عايزين نفهم اكتر التوصيل ايه على التوالي ده. قال لك والله تعالى نعمل ايه؟ تعالى نعمل تجربه ايه؟ ثالثه اعدادي. هنعمل ايه؟ تجربه. هنجيبوا دايره كهربيه، دايره كهربيه ماشي اهي، وفيها ايه هنا؟ مصباح. تمام. ماشي. هنجيب ايه هنا؟ هنجيب هنا ايه؟ هنجيب ايه؟ بطاريه. هنحط كده مثلا في، هنحط فولتميتر وهنخليه يقيس فرق الجهد ده. قال لك والله قال لك والله اللي فرق الجهد هنا في واحد، في واحد لما يجي يجرى هيقرا كام؟ 1.5 فولت. طب لو وصلنا كمان بطاريه على التوالي معاها بنفس برضو نفس فرق الجهد بتاعها، قال لك ساعتها في 2 هيقرا 1.5 زائد 1.5 3 فولت. طب لو حطينا 3 بطاريات، لو حطينا 3 بطاريات على التوالي، قال لك الفي 3 ساعتها قراءة الفولتميتر الثالث هيقرا 1.5 زائد 1.5 زائد 1.5 هيقرا 4.5 فولت. يبقى هنا التوصيل على التوالي ده عددهم في مجموع في ايه؟ عددهم يعني في مجموع هيساوي الايه؟ هيساوي قراءة الايه؟ الفولتميتر. يبقى الفولتميتر ده يبقى الفولتميتر ده لما يقيس القوة الدافعة للبطارية للثلاث بطاريات هيجمع القوة الدافعة الكهربائية بتاعت كل واحدة فيهم. تمام. ولو هم متماثلين، يعني مش هم هنا ديت 1.5 ودي 1.5 ودي 1، ممكن ناخد واحدة منها 1.5، فعددهم اللي هو 3 بطاريات هيدينا برضو ال 4.5 ايه؟ فولت. يبقى في التوصيل ايه؟ في التوصيل على التوالي جبنا 3 بطاريات كل واحدة فيهم القاف ده الكاب بتاعتها ب1.5 ايه؟ ب1.5 فولت. والله وحاطين عليه فولتميتر. اول واحده كانت ايه؟ كنا حاطين بطاريه واحده، الفولتميتر قاس 1.5. طب خلينا الاثنين على التوالي، الفولتميتر جمعهم بقى كام؟ بقى 4 بقى 3. طب بعد كده رحنا حاطين الثالثه على التوالي، الفولتميتر راح قاري كام يا سنه ثالثه اعدادي؟ راح قاري جمعهم كلهم، عددهم كلهم وايه؟ وجمعهم مع بعض. قال لك والله قراءه الفولتميتر اخر مره كام؟ 4.5 ايه؟ فولت. طب احنا بنوصل ليه على التوالي؟ قال لك عشان نحصل على قاف د كف للبطاريه اكبر ما يمكن. يبقى بنوصل ليه على التوالي عشان نحصل على قاف د كف للبطاريه اكبر ايه؟ اكبر ما يمكن.
طب على التوازي لو هنا مثلا 1.5 اهي، 1.5 فولت، 1.5 فولت، 1.5 فولت، وحطينا مثلا هنا اهو فولتميتر، قال لك والله ساعتها في التوازي الفولتميتر طالما البطاريات متماثله، ودي اللي عليكم السنه دي، تمام، طالما البطاريات متماثله في القاف ده الكاب بتاعتها، الفولتميتر هيقيس واحده بس منهم، هيقيس واحده ايه، هيقيس واحده منهم. يبقى الفي هنا على التوازي، الفي على التوازي هيساوي كام؟ هيساوي 1.5 فولت، تمام. يبقى على التوالي الفولتميتر بيجمع الايه، فرق الجهد بتاع كل بطاريه له ايه، بتاع فرق الجهد بتاع كل بطاريه، تمام. فعشان كده بنحصل على قاف ده الكاف ايه، اكبر ما يمكن. طب على التوازي قال لك لا والله، قال لك ده احنا لو هم متماثلين ومتوصلين على التوازي الفولتميتر هيقرا ايه، هيقرا واحده بس منهم، تمام. طب ممكن هنا ممكن برضو يجيب لنا سؤال في التوصيل على التوازي، يبقى ايه، يبقى هنا ممكن نعمل ايه، نعمل رسم بياني كده، تمام. هنا مثلا عدد الاعمده عدد، وهنا ايه، وهنا ايه القاف ده الكام، ده في الايه، في التوصيل ايه على التوالي. في التوصيل على التوالي لما عدد الاعمده بيزيد القاف ده الكام بيحصل له ايه، بتزيد، يبقى شكل البتاع كده، شكل المنحنى هيبقى كده، تمام. ليه؟ لان عدد الاعمده كل ما بيزيد القاف ده الكاف بتزداد. طب هنا في التوصيل على التوازي لو جينا رسمنا رسم بياني، هنا القاف ده الكاف، وهنا عدد الاعمده. هنا كل ما نزود عدد الاعمده حاجه بتحصل؟ لا، بيفضل ايه، بيفضل ثابت. يبقى ده الرسم البياني اللي بيوضح العلاقه ما بين القاف ده الكاف وعدد الايه، وعدد الاعمده ثالث عدد. اما هنا ده الرسم البياني ده في التوالي، التوصيل على التوالي لما عدد الاعمده بيزيد القاف ده الكاف ايه، بتزداد، تمام. فالمنحنى بيبقى بالشكل ده، ماشي. وقلنا احنا ليه بنوصل على التوالي وليه بنوصل ايه على التوالي. قلنا على التوالي عشان نحصل على قاف ده الكاف للبطاريه اكبر ما ايه، اكبر ما يمكن. طب على التوازي عشان نحصل على قاف ده الكاف للبطاريه اقل ما يمكن، تمام. في بقى نشاط كده، نشاط الليمون ده النشاط ده ايه، النشاط ده عندكم، تمام. قال لك والله لو معانا مثلا 3 ليمونات متوصلين على ايه، على التوالي، 3 ليمونات متوصلين على التوالي، الكيلو ليمون غلى اصلا دلوقتي. في هنا قطعه ايه، نحاس، وهنا قطعه خرسين، قطعه نحاس، قطعه خرسين، قطعه نحاس، قطعه ايه، خرسين. وقال لك اللي هم ايه، متوصلين مع بعض ايه، على التوالي. بيقول لك لما نيجي نوصلهم بمصباح كهربي الاضاءه بتبقى اكبر ما يمكن، اكبر ما يمكن. ليه؟ مش احنا قلنا لما احنا بنزود فرق الجهد شده التيار بتزداد؟ احنا هنا عملنا ايه، رفعنا القاف ده الكاف للايه، للليمون، كانها بطاريات يعني. المهم لما وصلناهم على التوالي القاف ده الكاف ايه، بقت كبيره، فلما كبرت شده التيار الكهربي ايه، زاد. طب لو جبنا نفس الليمون ده ووصلناهم على ايه، على التوالي، يعني مثلا هنا ده مثلا النحاس، ده نحاس اهو، وده ايه، الخرسين، وجينا وصلنا كل النحاس ببعضه كده، ووصلنا كل الخرسين ببعضه، قال لك ساعتها الايه، المصباح هينور، بس هينور ايه، حاجات بسيطه كده. ليه؟ لان القاف ده الكاف دلوقتي للليمون كانه بيساوي ليمونه واحده منهم بس. اما هنا القاف ده الكاف للليمون كل الليمون ايه، مع بعض، لانهم متوصلين ايه، على التوالي. ماشي يا سنه ثالثه، فهمتوا الليمون؟ يا رب تبقوا ايه، فهمتوا الليمون.